فلتدعك من هذا العالم البغيض واذهب معنا إليه تكتشف المزيد والمزيد والمزيد. ازيك يا صديقي؟ سيبك بقى من كل الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، وتعالى لي النهارده على الهادي كده وعلى الرايق عشان نتكلم عن واحده من اجمل السلاسل القصصيه او اجمل السلاسل الروائيه اللي انا قريتها في الفتره الاخيره. اهلا بيك يا صديقي العزيز في مراجعه سلسله حلمي مهران للكاتب احمد عثمان، وتحديدا في المراجعه دي هنتكلم عن اول 3 اعداد. العدد الاول اللي بيحمل اسم ابن آوى، والعدد الثاني اللي بيحمل اسم الشك، والعدد الثالث والاخير اللي معايا واللي بيحمل اسم بعد الأربعين. تعال معايا في مراجعة النهاردة نتكلم عن ال3 أعداد دول، نتكلم بشكل مبسط جدا وبشكل مختصر نسبيا عن القصة اللي موجودة داخل كل عدد من ال3 أعداد اللي موجودين معايا، وكمان نشوف ايه اللي ممكن يكون عجبني وايه اللي ما عجبنيش في السلسلة دي، وليه انا بقول انها واحدة من اقوى ومن اجمل السلاسل القصصية اللي صدرت مؤخرا. لان انا حقيقي بجد بقالي دلوقتي داخل في 4-5 ايام مسحول مع الكتب دول. ليه بقى؟ تعال نتكلم. في البداية صديقي العزيز خليني اقولك ان سلسلة حلمي مهران من اصدار دار ابداع للنشر والتوزيع من كتابة الكاتب احمد عثمان. العدد الاول اللي بيحمل اسم ابن آوى عدد صفحاته 205 صفحة، اما العدد الثاني او القضية الثانية اللي بتحمل اسم الشك فعدد صفحاته 220 صفحة، اما العدد الثالث او القضية الثالثة اللي بتحمل اسم بعد الأربعين فعدد صفحاته 208 صفحة. خلينا دلوقتي نبتدي مع بعض نتكلم عن العدد الاول اللي بيحمل اسم ابن آوى. صديقي العزيز قبل ما نكمل مع بعض المراجعه خلينا افكرك تعمل سبسكرايب للتشانل ولايك وشير للفيديو علشان توصلك كل الفيديوهات اللي جايه، سواء كانت مراجعات او ترشيحات او نصايح حتى كمان لمعرض الكتاب، بما ان خلاص معرض الكتاب داخل علينا كمان اقل من 10 ايام. فما تنساش زي ما قلت لك انك تعمل سبسكرايب للتشانل ولايك وشير للفيديو عشان توصلك كل الفيديوهات اللي جايه وكل الريفيوز اللي جايه وكل النصايح اللي جايه. يلا بينا نكمل المراجعه. طبعا اول حاجه دلوقتي الناس بتسالها لنفسها وهي بتتفرج عليا، هو ليه انا مضلم الدنيا كده وانا قاعد بصور الريفيو ده، او ليه انا مخلي المود بتاع المراجعه غامق قوي ومضلم قوي كده؟ اولا لان سلسله حلمي مهران في الاساس اساسها قائمه على التحقيقات او قائمه على التحقيق البوليسي. يعني حلمي مهران بيحقق في قضايا بوليسيه، في حوادث، في جرائم. وهنا يا صديقي العزيز اقدر اقول لك ان بطل سلسله حلمي مهران اللي اسمه حلمي مهران، بديهيات اكيد مش محتاجين ان احنا نتكلم عليها، هو اللي بيخوض عمليه البحث والتقصي وعمليه التحقيقات اللي بتحصل اللي ليها علاقه بالجرائم اللي موجوده في كل عدد من اعداد سلسله حلمي مهران. واجمل حاجه كانت عجباني في النقطه دي قبل ما نبتدي نتكلم بالتفصيل عن كل عدد هو ان حلمي مهران مش ضابط شرطة، اخيرا مش ضابط، اللي بيحقق في القضايا محامي، اللي هو من المنطقي اصلا انه يعمل عمليات تقصي وتحري ويعمل تحقيقاته الخاصة علشان يبرأ المتهم بتاعه. ولكن الجميل في الموضوع هو ان الموضوع مش كليشيه، يعني مش واحد بيروح يوكل حلمي مهران ان هو عايزه مثلا علشان يترافع له في قضية او يدافع عنه في قضية او في حادثة او في جريمة، فيبتدي حلمي مهران يكون متداخل جوه احداث القصة بشكل كليشيه جدا جدا جدا. لا، الوضع مش كده خالص. انسى الكلام ده خالص، وانسى كل الكليشيهات اللي انت تعرفها في حياتك، لان كل الكليشيهات دي سلسلة حلمي مهران خدتها كده وربطتها مع بعض بحبل حلو كده باستك جميل، وقامت ماسكاها ورزعها في الحيطة يا معلم. في العدد الاول من سلسلة حلمي مهران اللي بيحمل اسم ابن آوى، عايزك يا صديقي تتخيل معايا لو انت بتلعب لعبة قط وفار مع قاتل متسلسل، والقاتل المتسلسل ده ارتكب مجموعة من الجرائم كان على رأسهم الجريمة اللي حدثت في اول العدد خالص، وكانت جريمة قتل ساهر الصريتي اللي الجزء من الثانية حسينا ان اللي قتله هو يوسف اخوه المتوفي. ايه
والعدد بيحمل اسم ابن آوى لأن القاتل المتسلسل كان بيطلق على نفسه اسم ابن آوى، وابن آوى هو الترجمة الحرفية للإله أنوبس عند قدماء المصريين، اللي كان حامي لأرواح الموتى لحد ما يوصلوا لمرحلة الحساب على الميزان في الحضارة المصرية القديمة أو في معتقدات الحضارة المصرية القديمة. ولذلك كانت حلوة جدا 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 من الكاتب لما كانت جرائم القتل بتاعت أنوبس واخدة نفس الشكل الفرعوني المصري القديم بتاع الحساب بتاع الميزان، كفتين الميزان اللي واحدة فيهم بيوضع فيها قلب المتوفي والتانية بيوضع فيها ريشة، ولو الريشة هي اللي كسبت يبقى المتوفي ده داخل الجنة، لو القلب هو اللي طلع أتقل يبقى يتكل بقى على الله هيتشوي في نار جهنم. الفكرة هنا ان القاتل كان بيعلق ضحاياه على الميزان لحد ما يموتوا، وبيعمل اوزان من الناحية التانية لحد ما نتأكد ان الضحايا دي او لحد ما يتأكد ان الضحايا دي ماتت. وليه ابن آوى هو اللي تواصل مع حلمي مهران داخل العمل بيتحداه انه يمسكه وانه يحل اللغز. أنا اللي قتلت ساهر الصريدي زي ما قتلت قبله كتير، وزي ما هقتل بعده كتير، وبالأخص بعد 3 أيام بالتمام والكمال. الوحيد اللي ممكن يوقفني هو حلمي مهران. لو طلع من جوهره هو الوحيد اللي هيعرف الحقيقة وهيعرف أنا مين وبعمل كده ليه. يمكن ساعتها هيعرف يوقفني، لأن لو اللي زيه شاف شغله ممكن اللي زيه يختفي، مع إني حقيقي أشك في ده. اما بقى في العدد التاني اللي بيحمل اسم الشك او القضية التانية اللي بتحمل اسم الشك واللي عدد صفحاتها 220 صفحة، فالحقيقة احنا هنا بنلاقي ان الكاتب قرر فجأة انه يغير جلده تماما. قالك بص، احنا كده كده معانا حلمي مهران، وكده كده معانا تحقيقات، وكده كده معانا جريمة قتل. لمين؟ لفتاة كويسة وجميلة ومتيسرة وعايشة في فيلا، والفتاة دي بنشوف في بداية الرواية مشهد قتلها بغرض الانتقام بشكل وحشي جدا ومؤذي جدا 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 لأي سيدة ولأي بنت. بعد كده بيتم تقييدها في كرسي حديد وإلقاها في حمام السباحة لحد ما تموت، وكل ده بيحصل أثناء تصويرها بالفيديو علشان يتم بعد كده ارسال الفيديو ده وتداوله، وبعد كده تبتدي معانا القضية تبتدي والقصة تبتدي، وبعد كده يبتدي حلمي مهران يدخل داخل القضية بطريقته علشان يعمل تحقيقاته الخاصة. العمل بقى ده تحديدا او العدد ده تحديدا روحه مختلفة خالص، لان هو كله الغاز وكله بازلز ومتعدد الشخصيات جدا 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 جدا. ولو جدع يا معلم طلع لي القاتل. وبعدين هو ايه علاقة دي الروبكس كيوب الجميلة الحلوة اللطيفة دي ليه بقى؟ لان الكاتب في العدد ده تحديدا اختار انه ما يجيبلكش متهم واحد في القضية. انت عندك عدد كبير جدا من المتهمين في جريمة قتل الفتاة، كلهم دوافعهم صحيحة وقوية جدا، وتأهل كل واحد فيهم انه يكون القاتل، ويقنعك الكاتب انه هو ده القاتل، ويحسسك الكاتب ان احنا وصلنا للنهاية، ونفس الألم هو العدد اللي فات بيتكرر، علشان في اخر الرواية او في اخر العدد بتلاقي نفسك رحت لأكتر شخصية ما كنتش تتوقع ان هي ممكن تعمل كده. الجميل بقى يا صديقي العزيز ان كل شخصية من الشخصيات الكتيرة اللي كانت موجودة، واللي انا بقولك ان كلهم كانوا متهمين وكلهم كانت الدوافع بتاعتهم قوية، الكاتب بدأ ان هو يحكي لي القصة بتاعت كل شخصية من دول، ويحكي لي عن دوافعه، ويحكي لي قصته، ويحكي لي خلفيته، ويوصف لي الدوافع، ويوصف لي اساس الدوافع، ويجيب لي الدوافع بتاعته ليه تعتبر قوية، وليه الشخصية دي مؤهلة بشكل كبير قوي انها تكون متهم رئيسي. لا هي ليه فعلا متهم رئيسي، لا هو ليه بجد قاتل، وليه يقنعني انه قاتل. ومع كل ده احس ان انا قفلت، وادخل مع الشخصية اللي بعدها وتتكرر نفس القصة،
ويبتدي الكاتب يعرفني نفس الموضوع بشكل وباسلوب مختلف وجديد عن الشخصيه اللي قبلها، فابتدي اقول ان هو ده القاتل وان اللي قبليه مش القاتل، لان ده الدافع بتاعه اكبر والدافع بتاعه اقوى. اما العدد الثالث من سلسله حلمي مهران واللي بيحمل اسم بعد ال40، فده يا معلم حوار تاني خالص، لانه معتمد على فيلم سينمائي نزل في دور العرض من كتابة الكاتب احمد عثمان. تعال لي بقى وانا اقول لك ازاي، ولا اقول لك انا هسيبك تشوف. أبشر فلم تعد وحيدا. الفيلم اللي انت لسه شايف جزء منه دلوقتي اسمه قبل ال40، والفيلم ده كان بيتكلم عن الولد اللي اسمه يوسف اللي امه توفت بسبب ممارستها للسحر، وبعد ما توفت فضلت موجودة في البيت اللي هم فيه، بيت الجرحية او بيت آل الجرحي او اهل الجرحي او عائلة الجرحي، لمدة 40 يوم بتحاول انها تتواصل مع ابنها علشان تعلمه اصول السحر اللي ابنها غصب عنه بسبب تنمر العائلة عليه وعيلته عليه بيبتدي ان هو يتجر واحدة واحدة للسكة دي، علشان في اخر الفيلم بيقتل نفسه. الفيلم اسمه قبل ال40، اما العدد الثالث اسمه بعد ال40. يعني العدد ده بيبتدي من نقطة انتهاء الفيلم لا ده مش بيبتدي من نقطة انتهاء الفيلم، ده بيبتدي بمشاهد النهاية اللي موجودة في الفيلم، على اساس ان الكاتب يربط لي العوالم بتاعته كلها السينمائية والروائية، ودي هنتكلم عليها قدام كمان شوية، في سياق واحد وفي سلسلة واحدة وفي عمل واحد قوي ومحكم جدا 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 جدا. بعد ال40 بيبتدي بمشهد شنق يوسف لنفسه ودخول سما مرات عمه أكرم عليه علشان تشوف المنظر، وبعد كده وهي بتلتقط كتاب السحر اللي كان يوسف بيقرأ فيه. وخدوا بالكم من نقطة مهمة جدا، أنا قلت كتاب السحر، يعني الكاتب أحمد عثمان في العمل ده خرج بره قالب التحقيق البوليسي اللي كان بيعمله في العدد الاول وفي العدد الثاني عشان يدخل معايا في تحقيق ما ورائي في العدد الثالث اللي بيحمل اسم بعد ال40. وكالعادة طبعا بيجي الكاتب احمد عثمان في اخر العمل وبيدينا نفس القلم هو بتاع العدد الاول والعدد الثاني، هو بيتكرر معاك للمرة الثالثة. عزيزي القارئ صدقني هتلاقي نفسك ما بتحرمش وبتستنى القلم في كل عدد علشان تعرف الراجل ده عايز يبلفك ازاي. طب يا صديقي العزيز، انا كده اعتبر اديت لك بريف مختصر نوعا ما عن الثلاث اعداد اللي موجودين او الثلاث اعداد اللي وصلوني واللي انا قراتهم عن حلمي مهران. من اهم الحاجات اللي انا خدت بالي منها هو ان احمد عثمان دايما بيبتدي لك العمل بتاعه بكليف هانجر. يعني ايه كليف هانجر؟ يعني مشهد يسحلك، مشهد يكحولك، مشهد يجيبك كده ويقول لك بعد اذن سياده معاليك، بما ان طبعا بطل السلسله محامي فخلينا نمشي بنفس اللغه، بعد اذن سياده معاليك اتمسمر مكانك واقعد واهدى وارسى لحد ما تخلص العمل ده. الثلاث اعداد دايما بيبتدوا بمشهد قوي جدا، مجسم جدا، مرسوم جدا، تحس انك انت شايفه قدام عينك بتصوير سينمائي ولكن مكتوب بصياغة روائية علشان يوصل لك بشكل صحيح 100%، فتقدر انك انت تتخيله بدماغك باسلوبك بطريقتك بحبكتك بالاشخاص اللي انت عايز تتخيلهم according لنص الكاتب. الجميل في الموضوع ان شخصية حلمي مهران ده مش اول ظهور ليها، ده شخصية حلمي مهران كانت بطلة رواية 31/10، والرواية دي انا شفتها فعلا موجودة في دار ابداع، لكن للأسف ما جبتهاش لان بصراحة اتخضيت من حجم الرواية، لان حجم الرواية كبير، ودلوقتي انا ندمان ندم عمري ان انا ما جبتهاش، لان حلمي مهران هو بطل رواية 31/10. بعد ما قرأت السلسلة بتاعت حلمي مهران فضولي بياكلني ان يجيب الرواية واقراها عشان اعرف لو انا استمتعت المتعة دي كلها في 200 وحاجة صفحة مع حلمي مهران، امال بقى في 400-500 صفحة بتوع 31/10 كمية استمتاعي ومدى استمتاعي مع الشخصية دي ومع اللي بتعمله في رواية طويلة هيكون عامل ازاي.
اللي عرفته كمان ان في شخصيات موجودة في 31/10 موجودة داخل سلسلة حلمي مهران، وفي شخصيات من اللي موجودة داخل حلمي مهران موجودة داخل 31/10. ودلوقتي شفنا ان الشخصيات اللي كانت موجودة في فيلم قبل ال40 هي نفس الشخصيات اللي موجودة معانا في العدد الثالث اللي بيحمل اسم بعد ال40، اللي هو نفس العدد في شخصيات موجودة في الاعداد اللي فاتت. يعني الراجل عمل لي احمد عثمان يونيفرس، حاجة كده زي دي سي يونيفرس اكستندد يونيفرس او مارفل سينماتيك يونيفرس. لو حبيت اني اتكلم عن اللغة داخل العمل فهقول ان السرد كان بالعربية الفصحى المتقنة جدا والسليمة اللي ما كانش فيها اخطاء، اما الحوار فكان بالعامية المصرية، ودي حاجة انا ما كانتش مضايقاني بالمرة خالص، بالعكس حسيت ان هي ساعدتني اكتر في ان هي توصل لي الاحساس العشوائي للشخصيات. واتمنى انكم تفهموا كلمة الاحساس العشوائي للشخصيات، التنقل العاطفي اللي بيحصل عند الشخصيات في مواقف معينة، لحظات التحول من الهدوء للغضب عند المتهمين، لحظات الصدمة اللي ممكن تحصل لشخص كان بره دايرة الاتهام ومرة واحدة بقى جوه دايرة الاتهام، الجامبس دي، الدراماتيك جامبس دي، القفزات الدرامية جدا دي، اللغة العامية فادت فيها قوي. طيب يا صديقي العزيز، لو حبيت دلوقتي ان انا اتكلم عن الحاجه اللي ممكن تكون ما عجبتنيش قوي داخل الاعمال او ما عجبتنيش قوي داخل الاعداد، هو ان احمد مهران متاثر جدا 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 بالسياق السينمائي للاحداث. ففي بعض المشاهد اللي تم العمل عليها او تم صياغتها او تم سياقها بشكل سينمائي شويه اكتر منه درامي روائي، ودي حاجه ما فصلتنيش لكن انا خدت بالي منها، ودي حاجة كنتش احب قوي انها تكون موجودة، لان اوريدي هو كان عامل شغل زي الفل في التصوير الروائي الدرامي. والصراحة بيني وبينك يا صديقي غير كده انا مش لاقي حاجة ممكن تكون ما عجبتنيش قوي في العمل، يمكن عشان انا كنت مسحول مع الاحداث، يمكن عشان انا كنت مسحول مع الشخصيات. وبس كده يا صديقي العزيز، هو ده كل الكلام اللي عندي اللي انا اقدر اقوله لك بخصوص سلسلة حلمي مهران من اصدار دار ابداع للنشر والتوزيع، ومن كتابة الكاتب والسيناريست والمهندس المعماري احمد عثمان. شكرا ليكم واشوفكم في الريفيو اللي جاي او الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.